تعالوا نشوف الطبق ده رز ابيض معمول بالمستكة مشوحينه، وده مشروم. تمام. ودي بطاطس بوريه بس معمولة روزتات مع الصوص الديمجلاس التحفة ده. طعمه يا جماعة هايل جدا، انا عايزاكم تجربوه تقولوا رأيكم ايه. ودي بيكاتا، يبقى معانا بيكاتا بالمشروم، طعمها تحفة جدا ومستوية وهايلة جدا. انا عايزاكم تجربوها وتقولوا رأيكم ايه، بصراحة طعمها هايل. لايك وشير. يلا معايا. هنا جبنا طاسة على النار، معلقة زبدة ومعلقة زيت، وهنشوح فيها البصلة مع المشروم. شوحنا البصل الأول، بعد كده نزلنا المشروم وشوحناه، وحطينا فصين توم، وهما تشوحوا مع بعض بنرفعه من على النار. ومكان الطاسة بالظبط هي حطينا زودنا معلقة زبدة عليها، وبنبقى نحط اللحمة عليها عشان نديها الصدمة واللون بتاعها. بندخلها في سوا كده 80%. لحمة البيكاتا دي بتبقى من وش الفخدة، ملح وفلفل عليها، ولما نيجي نقلبها الناحية التانية بنرش لها برضو ملح وفلفل. بنرفعها من على النار برضو، ونسيب الطاسة زي ما هي بنفس اللون اللي جواه. 3 معالق دقيق مع 3 معالق الزبدة، وبنقلب عشان احنا محتاجين اللون البني اللي كان فيه اللحمة ده، عشان هو ده اللي هيعملنا الصوص البني، لان البيكاتا بيبقى الصوص بتاعها بني. ورا بنعمل الرز الابيض المتحمر بفص المستكة. حطينا هنا لبن او كريمة او معلقتين قشطة كده على كوباية لبن، ونزلناه عشان ندوبهم شوية، ونقلب كويس جدا علشان يا جماعة ايه يعني يفك من بعضه كده ويدي اللون، ونمكسهم مع بعض. معلقة صويا صوص، وبنبدأ نضيفها معانا الإضافات التانية، معلقة ملح صغيرة مع فلفل أسمر مع معلقة ديمجلاس، ونقلبهم كويس جدا وهما برضو مازالوا على النار عشان يبدأوا ايه السماكة اللي هي المتوسطة. انت لو حسيتي ان هي تقيلة شوية زوديها شوية لبن او مية، احنا بنزودها بعد كده شوربة. اللبن ده هندوبه في ايه، هنزوده 3 كوبايات شوربة. وبعد كده نبدأ نحط اللحمة والمشروم والبصل اللي احنا كنا مشوحينه قبل كده. من الصوص اللي كان منزله اللحمة بنضيفه تاني، بنرجعه تاني عشان يدينا الطعم واللون. معانا هنا الطبق جميل اهو، رز الابيض مع البيكاتا مع البطاطس البوريه. انا عاملاها هنا روزتات عشان تدينا شكل برضو جميل، وهي طعمها تحفة جدا. تمام. انا عايزاكم تجربوها وتقولوا رأيكم ايه. لايك وشير حبايبي. يلا الف هنا والشفا يا رب.